السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكثروا من ذكر الله والاستغفار، وخاصة الثلث الأخير من الليل. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه، عدد ما كان وعدد ما يكون، عدد الحركات والسكون. قصتنا اليوم هذه حدثت في السعودية. هذول إخوان متزوجين، عندهم عيال، الكبير والصغير. الكبير منعم الله عليه وعنده أموال وخير، والصغير على قد حاله وساكن في بيت شعبي صغير، وهذا ساكن له ما شاء الله فيلا كبيرة وأموره طيبة وكل شيء. الصغير كثروا عياله حتى لدرجة إنه ما في مكان يقدر ينامون، يعني العيال فيه، وتعرفون عيال بنات وعيال وكذا. راح لأخوه سلم عليه، قال: يا أخوي أنا وضعي كذا كذا، ودي أبيع بيتي وتساعدني بمبلغ، يا تعطيني إياه سلف، يا حتى لو تعطيني إياه دينه وأكون حولك يا أخوي. الكبير هذا والعياذ بالله بخيل لدرجة ما توصف، كل شيء عنده إلا أنك تأخذ منه فلوس. حاول فيه قال: أنا ما عندي ولا قام ورفض أنه يعطي أي شيء. قال: أنا ما عندي شيء وين أجيب لك الفلوس؟ دام يتعذر بعذار ما هي بصحيحة. في هالأثناء ويتكلم مع أخوه، كانت مرت أخوه تسمع ورا الباب. طلع الرجال من كسر خاطره ودخل إلى المرأة، لأنها بنت رجال، كل يتمنى أن الواحد إن عنده تكون زوجة مثل هذه. دخلت عليه قالت: ليش ما تساعد أخوك؟ أنت مالك إلا الله سبحانه وتعالى ثم أخوك، وترى إن ساعدت أخوك هذا أجر لك عند الله سبحانه وتعالى، صلة رحم وأجر وصدقة. قال: أنا ما عندي، لا ما أدري وش. حاولت فيه بالكلام ما في فائدة. قالت: اسمع يا أبو فلان، خيرك الله بين أمرين، يا تساعد أخوك وهذا اللي أبغاه، يا ترى باخذ عيالي وبروح بيت أخوي، واختار اللي تبيه. قال: لا تروحين ولا عاد هو ما يبغى يروح يتزوج زواج ثاني ويخسر خسائر ولا يدري وش الزوجة اللي بتجي وش اللي وراها. المهم قالت: أنا مصرة أختار بين الأمرين. قال: خلاص أنا بأكلمه. ويكلمه قال لأخوه: بع بيتك واشتر بيت وشوف كم الناقص. الرجال باع بيته، قال الناقص 600,000. قام عطاه 600,000 وشرى البيت. درى أخوه إن اللي واقف معاه مرت أخوه. ترى هذا نادر الآن أن تجد مرأة تقف مع أخو زوجها أو مع أهل بيتها أو مع أهل الزوج، خاصة في أمور مالية، لا تقول هذا حقي وحق عيالي، إلا من رحم الله سبحانه. ويجي وشكرها، قال: والله ما قصرت يا أم فلان، الله يجزاك خير ويجعل ميزان أعمالك ومعروف ما أنسالك. قالت: لا أصبر باقي بعد. قال: وشو؟ قالت: ما عليك، بس أنت روح الحين وأنا أتصرف. شرى البيت، طبعا ما أثث بيته، تدخل على أخوها على زوجها. قالت: يا أبو فلان، قال: دريت عن أخوك؟ قال: لا. بعد وش في أخوي؟ قالت: أخوك مطلوب 300,000، مين عارف تطلع فلوس منه إلا بالحيلة. قال: أنا ما قال لي لا. قالت: عاد اسمع، أعطوا أخوك 300,000 سدد دينه، وإذا ما سدد أنا سددك. ويقوم سبحان الله ويكتب شيك ب300,000 يعطيه أخوه ويأثث بيته ويسكن، فسبحان الله وارتاح هو وعياله. فسبحان الله، شفت تصرف هذه المرأة، نادرا أن تجد المرأة بهذه المواصفات أن تقف مع أهل زوجها. الله يجعلها في ميزان أعمالها وميزان أعمال زوجها لو أنها بخيل. لكن يا أخوان، الولد بداله ولد، والأخ ما بداله أخ، والبنت بدالها بنت بإذن الله، والأخت ما بدالها أخت. أوصيكم وأوصي نفسي بالبر بوالديكم وصلة الأرحام، وخاصة الأخوات والإخوان
والعمات والأعمام والخوال والخالات. والله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله والمتواصلين مع أقاربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.